يلا بينا نعمل فطيرة الجلاش من غير بقى عجن وسمنة وتفردي وتلمي وتخبزي. احنا هنعمل حاجة كده في السريع، فطيرة الجلاش. لأول مرة تشوفوني انا اسمي هدير. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا، مش عايزين نتكلم كتير. جبنا لفة الجلاش بتاعتنا وهنقطعها بالشكل اللي باين عندكم في الفيديو ده. جبتها طازة فريش، ما دخلتهاش التلاجة، رحت مقطعاها بالشكل الجميل ده. حتى لو عندكم بايتة قطعوها بالشكل ده. جبنا بقى الصينية بتاعتنا ودهناها حتة زبدة كده او سمنة اللي متوفر عندك، وتعالوا نعمل التوبينج. عبارة عن كوباية من الحليب او اللبن وعلبة من القشطة، اي نوع قشطة انتوا بتفضلوه حطوه، وحوالي 6 معالق كبار سمنة. تمام سيحتها على النار وقلبت الخليط ده كله مع بعضه. السمنة لازم تكون سايحة، ما تكونش ماسكة نفسها كده جامدة يعني. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي دهناها ونوزع فيها الجلاش بتاعنا اللي احنا قطعناه بالشكل التحفة ده، وهننزل بالصوص الرهيب اللي احنا عملناه. هنسقيها بقى كويس جدا بالحليب والقشطه والسمنه البلدي، لازم تكون سمنه فلاحي كده او سمنه بلدي، هتديكي طعم كأنك بتاكلي فطير فلاحي بالظبط. تمام. يلا بينا على الفرن. هنروح للفرن بتاعنا، هندخلها في الرف اللي في النص، درجة حرارة 200 او 180، خليها 180 علشان تاخد راحتها كده. ودخلتها وخرجتها بعد ربع ساعة. بصوا بدأ تنفش كده لفوق وتقب وبدأت تاخد وش. خلصت بقى الجزء اللي تحت لان لقيته خلاص بدأ يتحمر. شغلت الشواية وده شكلها بعد ما خرج. عايزة اقول لكم تحفة، اخدت بالظبط نص ساعة في الفرن على درجة حرارة 180. تمام، رهيبة. عايزة اقول لكم فعلا رهيبة. بصوا بدوس عليها طرية، اصلا انا مش قادرة امسكها لانها طالعة من الفرن لسه حالا. ما خليتهاش حتى كمان ان هي تهدى شوية، لا انا قلت لازم تشوفوها كده وهي لسه طالعة سخنة نار. عايزة اقول لكم الريحة كمان يا لهوي ملاش حل. تعالوا بقى نقطعها. انا والله ماسكاها بالعافية، شايفين البخار اللي طالع منها سخنة جدا 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 يعني. انا بقى حبيت ان انا اكلها مع عسل. حابين تاكلوها بقى جنبها جبنة قديمة، عسل ابيض. انا بحب اكلها جدا الفطير بالعسل الاسود. وجبنا العسل الاسود بتاعنا واكلنا بقى واستمتعنا بالجو الجميل ده وبالطعم الرهيب. في وصفة ما خدتش اكتر من 3 دقايق، والله 3 دقايق بالظبط. قطع اخبز طلع كل احلى حاجة. شايفين العسل؟ لا مش قادرة اقاوم. ما تنسونيش في اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، واكيد هيعجبكم. مع السلامة.